السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على طريقة عمل البسلة. هنقولها بالطريقة القديمة بتاعت امهاتنا. يعني احنا دلوقتي بنعمل الاكل كله ني في ني، بس انا هعلمكم بقى ايه الطريقة بتاعت امهاتنا. كلكم طبعا عارفينها يعني، بس احنا بنعلم بقى الايه الانسات الصغيرين برضو يتعلموا الطريقة الصح الاصلية يعني. فالنهارده بقى انا محضره بسله على جزر. طبعا بتكوني غسلاها ومحضراها ومنقياها كمان صبحه وجميله هي والجزر. بتقطعي بتفرطي البسله وبتقطعي الجزر. انا بقطعه بقشره. وانا كنت مفرزاها معاكم قبل كده. وبنحضر حوالي نص كيلو طماطم. بنضربها في الخلاط. ومحضره كمان، انا بحب احط بطاطسايه كده وسط على البسله، بس طبعا ما بحطهاش على البسله، بحطها بعد البسله بشويه عشان البسله بتاخد تسويه اكتر من البطاطس. وبصلايه مفرومه وحوالي 4-5 فصوص ثوم، وزبده او سمنه او زيت على سمنه او زيت على زبده، زي ما انت بتحبي بقى في الدهون بتاعتك. اما هنا التوابل بقى، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه جنزبيل، نص معلقه بابريكا، والملح زي ما بتحبي، وشويه سكر بقى عشان الحموضه عشان يتعادلوا مع الحموضه اللي في الطماطم يعني. دي المكونات بتاعت الطبق البسله اللي احنا هنعمله النهارده. ودلوقتي ان شاء الله هنبتدي في عمل البسله على البوتاجاز مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بقى ايه، حطينا الدهون اللي احنا هنستخدمها، اي دهون انت حباها. هنحط عليها اول حاجه البصلايه المفرومه. هنديها بس مجرد تشويحه، يعني انا مش بحمر البصلايه، انا بديها بس تشويح كده مع الايه، مع الزبده وشويه ونقطتين الزيت اللي حطيناهم عشان ما تتحرقش. يعني مجرد تشويحه بسيطه كده، يا دوبك ريحتها بس تطلع كده يعني. دلوقتي شوحنا البصلايه يا جماعه، هي يا دوبك ريحتها بدات تطلع، اقوم حاطه الثوم عليها، وبرده يا دوبك تقليبتين 3 كده بس، برده ريحه الثوم تطلع مع ريحه البصل. بعد ما شوحنا بقى البصل مع الثوم وريحتهم كده الجميله طلعت، هنحط بقى البسله، هنديلها برده تشويحه بسيطه. بعد بقى يا حبايبي ما شوحنا البسله مع البصل والثوم 5 دقايق كده، هنحط بقى الطماطم. بعد الطماطم بقى هنحط التوابل كلها كده مع بعضها، وبعدين هنقلبهم مع بعض ونظبط الملح بتاعها وايه، ونسيبها بقى تتسبك. وبعد ما تتسبك شويه كده هنضيف بقى البطاطس لان هي ما بتحتاجش سوا كتير، فهنحطها كده في الاواخر بس بعد ما نطمن ان البسله دخلت في التسويه. دلوقتي يا جماعه بقى البسله دخلت في التسويه اهي. هنحط البطاطس بقى ونديها بقى تقليبه كده ونسيبها تسويه بس تستوي. بس عايزه اقول لكم ملحوظه يا جماعه، انتوا لو عايزين تعملوا البسله باللحمه بعد التشويحات الاولانيه اللي هي البصل مع الثوم، هتكونوا سالقين اللحمه نص تسويه وتقوموا حاطينها مع البصل والثوم وتدوها تشويحه وبعدين تكملوا بقيه الخطوات. بس انا اكمني عامله فراخ مشويه جنبها النهارده، ما عملتش لحمه، فعشان كنت هوريكم الطريقه. فانتوا لو عايزين تعملوا لحمه تعملوها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. نتقابل بعد ما تخلص بقى البسله ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي بقى احنا خلصنا البسله بالجزر بالبطاطس، وده كانت شكلها ريحتها رائعه وطعمها جميل جدا خطير، يا ريت تجربوها. طبعا عملنا جنبها طبق رز، وعملنا جنبها فراخ مشويه، هبقى انزل لكم طريقتها بعد كده ان شاء الله. يا رب الطريقه تعجبكم ان شاء الله، وحاولوا ان انتوا تجربوها وقولوا لي رايكم فيها. ويا ريت بقى يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه، ونشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.